السلام عليكم خوتي واخواتي، مرحبا بكم في قناه نور الدين الهمه. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا طريقه تحضير ديال الغريبه بكاوكاو. كتجي رائعه ولذيذه بزاف، ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وكما العاده خوتي، الا عجبتكم الحلقه ديال اليوم ما تنساوش ديروا جيميل الفيديو وتشتركوا في القناه باش دائما توصلوا بجديد الوصفات. ما تنساوش تبارطاجوا الحلقه مع الاصدقاء ديالكم باش تعمم الفائده. دابا على بركه الله غادي ندوزو المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا الكركاع غير للتزيين. عندي 250 غرام ديال الكوك. بالنسبه للكوك حاولوا تجيبوا الكوك اللي كيكون فيه الزيت، يعني باقي جديد، كطحنوه مزيان في الطحانه حتى كيولي رقيق. عندي 8 غرام من خميره الحلويات، جوج بيضات يكونوا كبار، 250 غرام ديال كاوكاو. بالنسبه للكاوكاو بالقشره ديالو، ونطحنوه مزيان حتى يتطحن. غنسموه بسكر فانيلا. وعندي كذلك 125 غرام ديال السكر الخشن اولا سكر سنيده. فهادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو. دابا على بركه الله غادي نبداو الطريقه ديال التحضير. في اناء عامق كنديروا جوج بيضات كبار. بالنسبه للناس اللي عندهم البيض الصغير اولا البيض المويان، يمكن لهم يديروا ثلاثه ديال البيضات حتى لاربعه. يلا غتجمع لهم الخليط ديالهم. غادي ندير كيس من السكر الفانيلا. التنسيب كيبقى على حسب الاختيار، يمكن لكم تنسموا بقشر البرتقال. هانتوما كما كتشوفوا انا دابا غنحرك داك السكر مع داك البيض مع داك الفاني بودره، او عفوا السكر الفانيلي. عندكم كذلك الفاني بودره يمكن لكم تستعملوا. عندي هنا الروح ديال الليمون الحامض، الا عندكم تستعملوه، ما عندكمش يمكن لكم تستغناو عليه. ماشي ضروري، يمكن لكم تستعملوا غير القشره ديال الليمون الحامض، حتى هي كيجي المذاق ديالها بنين بزاف. كنحركوا الخليط ديالنا بهذا الشكل هذا. من بعد على بركه الله غادي نضيفوا 250 غرام ديال الكوك. كما قلت لكم حاولوا تجيبوا الكوك اللي يكون جديد، يعني الكوك جديد، يعني اللي كيكون داك الكوك اللي كيطلق الزيت، هو اللي غادي ينجح معكم الوصفه. ما يكونش داك الكوك اللي ناشف. طبعا على بركه الله غادي نخدم بيدي لان ما بقاش نافع الخلاط اللي هي ادوي. دائما كنبقاو نحركوا داك الكوك مع داك البيض وباقي المكونات حتى كنحسوا بداك الكوك بدا كيطلق الزيت ديالو بهذا الشكل هذا. على بركه الله غادي نضيف 8 غرام من خميره الحلويات بهذا الشكل هذا، وغادي نحرك كل شيء حتى يندمجوا جميع العناصر. غنضيف على بركه الله 250 غرام ديال الكاوكاو. كما قلت لكم كاوكاو بالقشره ديالو، كنجيبوه كنطحنوه مزيان حتى كيتطحن. كندوزوه في الغربال اولا في الصفايه باش يخرج داكشي، وكيبقى داكشي ما خاصش يكون حرش، خاص يكون مغربل مزيان. صافي كنخلطو مع باقي المكونات مع الكوك والبيض حتى كتجمع لينا العجينه بهذا الشكل هذا نتوما كما كتشوفوا. وكتولي عندنا عجينه هكا ما تكونش قاصحه، ما خاصهاش تكون قاصحه وما خاصهاش تكون خفيفه بزاف، لان الا كانت قاصحه ما غاديش تشقق. كانت خفيفه بزاف غادي تسيح لينا في الطاوه، غادي تسيح بزاف، غادي يعني راكم عارفين الا كانت سايحه غادي تهبط بزاف وغادي تلاصقوا الغريبه معاهم. لان ضروري خاصها تكون ما بين وبين. هذا السر النجاح ديال الغريبه، خاصها تكون ما قاصحه ما دايره ما مطلوقه. على بركه الله كان عندنا هنا ما زهر. عندي السكر كلاصي اولا السكر بودره اللي كنغربلو تا هو مزيان، والكركاع للتزيين. كنديروا كويرات من العجينه ديالنا بهذا الشكل هذا نتوما كما كتشوفوا. كندهنوا دائما يدينا بما زهر، ضروري خاصنا ندهنوا يدينا بما زهر. من بعد كنديروا انتما كما كتشوفوا دوك الكويرات كنمرمدوهم مزيان في السكر كلاصي. من الاحسن نتوما ديروا شي بانيو وتستعملوا ديروا فيه السكر كلاصي مزيان، وتضربوا به باش يدخل داك السكر مزيان لدوك الكويرات. هانتوما كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. صافي على بركه الله كنكونوا موجدين طوال اللي دهناها اولا يمكن لكم دهنوها بالزبده اولا بالزيت، اولا تفرشوا لها الورق ديال الفرن بهذا الشكل هذا. انا كنفضل الورق ديال الفرن لانه ما كيخليش الحلوى تلصق. بعد ما كنكون ساليت العجينه ديالتي كامله نتوما كما كتشوفوا تقريبا هاد الكميه اللي عطيتكم راه خرجت ليا جوج صينيات بهذا الشكل هذا. هانتوما كما كتشوفوا. على بركه الله كنجيبوا نص قرقعه وكنزينوا بها من الفوق. الناس ما عندهمش القرقع يمكن لهم يستعملوا كاوكاو. ما عندكمش كاوكاو يمكن لكم تستعملوا حبه ديال اللوز. ما عندكمش اللوز يمكن لكم تخليوها غير هكاك، راه كيجي الشكل ديالها رائع بزاف. هانتوما كما كتشوفوا. دابا على بركه الله غادي ندخلها للفران. نشعلوا عليها من التحت على عافيه مهيله لمده 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه على عافيه مهيله. ملي كنحسوا راه تشقات وطابت صافي غير تشمع شويه من الفوق، ما تحمرش، غير تشمعها شويه تقريبا واحد
واحد نص دقيقه بحال هكاك صافي، وكنخرجوها كنخليوها حتى تبرد وكنقدموها بالصحه والراحه. ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، راه فعلا كتجي رائعه ولذيذه بزاف. وكما العاده خوتي، الا عجبتكم الحلقه ديال اليوم وعجبكم الفيديو ديال اليوم، ما تنسوش ديروا جيم الفيديو واشتركوا في القناه بكثره باش دائما توصلوا بجديد الوصفات. خليوا لي التعليقات ديالكم اللي دائما كيحمسوني انني ندير لكم وصفات جداد. شكر خاص لجميع المتتبعين الاوفياء اللي دائما كيخليوا لي التعليقات ديالهم، كنشكركم بزاف 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 بزاف. وبغيت نقول لكم الى اللقاء، الى حلقه مقبله بحول الله.